لا كده كتير والله. والله العظيم يا جماعة كده كتير قوي والله. نشكركم لحسن تعاونكم معنا. ايه يا جماعة ده؟ هو انا قبلك اديك 3 اطلع انا كاس العالم للأندية واسيبك بتلعب في كاس عالم للأدوية واقول انا سايب يعني حد شديد وذكر، ابص الاقيك برضو تاخد 3 من فاركو تاخد 3 من شركة أدوية. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه يا جماعة ده؟ ايه اللي وصلتوا له ده؟ ايه المهزلة الكروية دي؟ هو العشري عملها معاك؟ الرهوان عملها معاك؟ الرهوان اللي لسه مطرود من سموحة يعملها معاك؟ يتلتك كده؟ تيجي فرقة كده تتلتك؟ هو انت كل جولة هتنزل درجة كده في جدول الدوري؟ وبعدين يا جماعة مش اسلوب كده والله، كل يوم تضحكونا اكتر من اليوم اللي قبله. ايه ده؟ ده ايه يا جماعة ده؟ والله العظيم الواحد ما عنده كلام يقوله. وايه يا حسام يا عبد المجيد ده يا حبيبي؟ هو انت بتوقف تاكس؟ او طب انت كنت سواق تاكس فالواد شكري نجيب شاور لك هوب يا كابتن قمت واقف له خدها منك وراح على طول؟ ايه يا ابني ده؟ اسست ده ولا بتوقف تاكسي ولا بتعمل ايه؟ وايه الاجوال دي؟ وايه يا عواد ده؟ هو انت يا حبيبي عشان كراتين البيض غالية دلوقتي بتقفش بيض؟ ايه يا عم ده؟ ما هي في زاويتك يا حبيبي، بتعمل ايه يا حبيبي؟ وبعدين انا عايز اسال سؤال بس، هو احنا مشينا فيريرا وبعد كده عيننا فيريرا تاني بقى مستشار، بعد كده مشيناه من مستشار وجبنا اسامه نبيه، بعد كده اسامه نبيه نفسه قال لك لا انا عايز فيريرا هو اللي يجي يمسك. معرفش يعني ايه الاخوه اللي نزلت عليه دي. شويه النهارده فيريرا رجع، وبعدين 2 مديرين فنيين، يعني في 2 قاعدين على الخط، واحد واقف على الخط والتاني قاعد ورا على الدكه بيقفقف وعمال بيتدفى. هو يا جماعه ده؟ اقول لك حاجه، الحوار ده كده كله على بعضه والله ده اسمه ايه بقى؟ غرام الافاعي. غرام الافاعي اللي هو ايه؟ اصلا مرتضى منصور مش عارف ومش عايز يدفع اشاره الجزاء بتاع فيريرا فقال لك ارجعه. فيريرا بقى نفسه راجع اصلا مغصوب فقال لك ايه؟ ارجع امشي اموري واعمل اي مصلحه وخلاص يمكن اطلع لي من وراهم بقرشين بدل جو المحاكم ووجع القلب. ده غرام افاعي والله يا جماعه. يا جماعه والله ما ينفع. اللي خسران في الليله دي كلها الجمهور بتاعكم هو اللي خسران في الليله دي كلها، وهو يا عيني اللي بيتحرق دمه وهو اللي بيدفع ثمن المهزله الكرويه اللي بتحصل عندكم دي. بس بقول لك ايه، انا عايز افهم بس حاجه. الراجل اسامه نبيه اسقس يعني طالع بعد الماتش يقول لك لصالح مين؟ لصالح مين يا برنس؟ هو ايه اللي صالح مين؟ انتوا يا جماعه مشكلتكم ان انتوا عارفين ان انتوا اساس المشكله وان انتوا مصدر الفشل، بس طالعين بتعلقوا شماعتكم على ناس تانية. يعني طالع تقول لي ان انت كنت لازم تلعب بال3 اللي توقف قيدهم. يعني سبحان الله، انت بقالك 10 ولا 15 ماتش بتلعب في الدوري عادي جدا وشويه بتكسب وشويه بتخسر، وال3 لعيبه اللي انت جبتهم واتحاد الكوره مش عايز يسجلهم لك هم اللي خلوك تتغلب. يا لهوي يا جدعان، والله يا جماعه طول ما انتوا كده عمالين بتشربوا البليله صبح وليل وصيف وشتاء، والله العظيم ما هتلاقوا لكم حل. مشكلتكم عندكم انتوا اللي عندكم المشكله. حبيبي انت اللي عندك المشكله ولازم تعترف بغلطك. ليه ما تطلعش تقول انك غلطان؟ هما ال3 دول لازم اعلق شماعتي على اتحاد الكره عشان ما ايدش، وعلق شماعتي بقى على الخطيب. ما هو الخطيب بقى هو اللي ايه؟ اللي مدور المنظومه كلها. زي ما طالع لي واحد كده غضنفر في قناه نادي الزمالك يقول لك اصل الخطيب هو اللي بيروح يحط الحكام وبيحط مواعيد الماتشات وبيعمل مش عارف ايه وهو اللي بيدير الاتحاد. اقول لك ايه يا عم، ده الخطيب كمان هو اللي كان الجبنه. ايه يا عم اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا شغالين تهزوا في راسكم بس. انتوا اللي عندكم المشكله وانتوا اللي وصلتوا النادي للمشكله السوداء اللي انتوا عايشينها دي، وفي الاول وفي الاخر جماهيركم هي اللي بتدفع الثمن. والله العظيم يا جماعه انتوا السبب في المهزله اللي انتوا فيها دي. نسيبكم بتحكيم من غير تحكيم اهو، انتوا شايلين يا باشا عشان انت عندك مشاكل من جوه كده مخوخه ومعششه جواك. انت على فكره عارف مشكلتك فين وانت بس اللي تقدر تحلها. غير كده يا باشا على ما الاهلي ان شاء الله بقى نرجع من كاس العالم للانديه كده هلاقيك بقى درجه تانية بقى ولا ايه؟ مش هينفع كده يا جماعه، مش هينفع والله. 3